يحطها تاني لجوه الملعب قبل ما تخرج. احمد شكري ياخدها النادي الاهلي عن طريق عبد الله السعيد، طالع وبينادي عليه مروان. خطيره خطيره، ممكن جول جول جول. مروان محسن اتقل تاخد حاجه نظيفه. مروان يقول لك مستني لقاءات الكبار بهدف التقدم بعد اقل من 3 دقائق بحضور اول لمروان بقميص النادي الاهلي. اول اهدافه في لقاء كبير النهارده، قلت ممكن حد يفاجئنا مع البدايه. مروان محسن هو اللي بيسجل. يعني اللقاءين اللي فاتوا كانت متصعبه شويه قدام مروان وغاب عنه التوفيق، وخلاص بيقول لهم حسام حسن. انما تمريره عبد الله السعيد، خدمه التوصيل للمرمى في اسرع وقت اللي بيعملها عبد الله السعيد. بص عبد الله وتمريرته، وبص على طول مروان بشماله مش جامده، انما كان خد الزاويه الثانيه احمد بوسكا، عشان كده صعبت عليه بهدف اول النهارده. يتقدم النادي الاهلي اللي بتتعاد للمره الثالثه في غياب رقابه من الثنائي اسامه عزب واحمد ايمن. حاضر بجون في لقاء 2-0 اخر انتصارات الاهلي في الدور الثاني. تتلعب العرضيه في منتهى الخطوره، جول جول جول. سعد سمير، سعد سمير كبير يا سعد يا سمير. خلاص سعد سمير فتحت معاه متقمص دور راموس بتاع ريال مدريد، وبيطلع فوق الجميع ويسجل سعد الدين سمير راموس الاهلاوي هدف تاني. ثنائيه اهلاويه، سعد الدين سمير فوق كل المدافعين مع اول 3 دقايق. كأن الدقيقه الثالثه هي النهارده كلمه السر للاهلاويه. 2-0 جون في الدقيقة الثالثة في الشوط الأول، وجون في الدقيقة الثالثة في الشوط الثاني. سعد الدين سمير من الضربة الركنية، وحسام البدري اللي قلت لحضراتكم تفوق في مواجهاته أمام حسام حسن كمدير فني. قايم إبراهيم حسن اهوت مع حسام وبيكلموا اللعيبة بعد الجون اللي سجله سعد سمير بتاني أهدافه يحضر الموسم دوت في لقاء سموحة. هدف في الدقيقة الرابعة في الوقت المحتسب بدل الضائع، والنهارده بيرجع بهدف في شباك النادي المصري. يبقى 2-0 موجوده. سعيد مراد اتاخر نزول سعيد مراد، ادي عرضيه خطيره خطيره، انما تعدي الكوره تروح الناحيه الثانيه لصافي اللي مقرب من ال 18، يحطها تاني قدام المنطقه الى هيرمان كواو. ضغط وكثافه لمدافعي الاهلي، عرضيه في منتهى الخطوره، جول جول جول. احمد سالم صافي 2-1. هيولعوا ال10 دقايق اللي فاضلين. عرضيه حلوه واحمد سالم صافي الهدف الاول بعد ضغط من الفريق البورسعيدي على النادي الاهلي. 2-1 مع الدقيقه 81. هيغيروا الحال تماما الوقت اللي جاي، وكانت لعيبه النادي الاهلي ريحوا بعد الهدف اللي سجلوه والضغط اللي اتعمل اول ربع ساعه. ادي الكره شالها حلوه قوي شكري، عرضيه هيرمان كواو، والتغطيه العكسيه اللي دخل لجوه حسين السيد في غياب لكريم نيدفيد اللي كان لسه في المناطق الاماميه. ادي جوه ال 18 وركله جزاء. ركله جزاء للنادي الاهلي مروان محسن. قلت لحضراتكم مروان محسن اللي غاب عنه التوفيق في اللقاءات الاخيره يسجل النهارده جون ويجيب ضربه جزاء مع اخر دقيقتين. مروان هو بطل اللقطات الهجوميه النهارده. اتقل تاخد حاجه نظيفه من مروان محسن. الراجل في مباراه كبيره، مباراه مؤثره، يجيب جون وركله جزاء مع النهايه بعد ما اللقاء اتكهرب بلغه الكوره بعد الهدف اللي سجله احمد سالم صافي. انما انذار اهوت من جريشه احمد شكري، واعتراضات من لعيبه النادي المصري بعد القرار اللي خده جهاد جريشه. حسام حسن قدامنا اللي خارج. حسام حسن شايفه خارج من الملعب، كان موقوف في بدايه الدوري. حسام حسن الراجل يعني خارج حسام من الملعب، محدش خرجه، هو خارج كده يعني بشكل كاعتراض على التحكيم ولا ايه. محدش خرج حسام حسن. وادي اللعبه ولمسه اليد اللي موجوده في اللعبه اللي فاتت من اسامه عزب مع بدايه الشوط الثاني. وقدر النهارده تكتيكيا حسام البدري ياخد اللي هو عايزه من اللقاء. خامس ضربه جزاء للنادي الاهلي الموسم ده. عبد الله جول جول جول. عبد الله السعيد الهدف الثالث. 3-1 للنادي الاهلي على المصري مع الدقيقه 90. الهدف اللي هيريح شويه الاهلاويه في الوقت المتبقي من احداث اللقاء بعد ما كانوا قربوا بجون لاحمد سالم صافي لعيبه النادي المصري، وكانوا هيقدروا يكملوا الوقت اللي جاي بضغط على دفاعات سعد سمير ومحمد نجيب اللي تحملوا العبء النهارده مع الاطراف حسين السيد ومحمد هاني. ادي عبد الله السعيد اللي حطها جامده رغم ان بوسكا رايح معاها، انما صعب قوي عشان يجيب سادس اهدافه بعد هدفه الاخير امام المقصه
اللي سجله عبد الله السعيد، والنهارده بيعيد التسجيل مره تانية بعد ما تعادل النادي الاهلي سلبي مع نادي انبي